هذه المواقف عندما تقف أمام الناس أو تذهب إلى مسؤول أو تتقابل مع إنسان أو ربما مع زوجتك، كيف لا تهتز شخصيتك. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى سيكون عن الشخصية القوية، كيف يكون لدي شخصية قوية، وكيف أربي أبنائي وأتعامل مع الموظفين بشخصية قوية تجعلني أحترم الآخرين وأنسجم مع نفسي. خلاصة هذا البرنامج أن تشعر تجاه نفسك بالانسجام وتشعر تجاه الآخرين بالاحترام. بعض الناس يعطي الآخرين احترام على حساب نفسه، فيحصل على الاحترام ويفقد الانسجام، تجده عنده مشاكل بينه وبين نفسه. خلونا نعرف أولا الشخصية القوية. ماذا يمكن أن نعني بالشخصية القوية؟ ما في صح ما في خطأ، اللي يتبادر إلى ذهنك ما الذي يمكن أن نقصده بالشخصية القوية؟ وش دخلها في مركز سعداء؟ وش علاقتها في التربية؟ وش علاقتها في العلاقات الأسرية والاجتماعية والإنسانية؟ ماذا نعني بشخصية قوية في ظنك؟ شخصية قوية، تفضل سالم. الذي يستطيع اتخاذ القرار يسمى شخص حاسم، وهي جزء من مكونات الشخصية القوية. ما هي الشخصية القوية في ظنك؟ تفضل سالم. هي جزء من مقدرة الإنسان على الصدع بالحق، رجالا نساء. يعني سأكون سعيد بالاستماع الإجابات. ماذا نعني؟ تفضل سالم. السيطرة على الذات في مواقف. خربتها علينا يا شيخ، خرب، ما شاء الله عليك. في الغالب يا جماعة ما شاء الله، في الغالب لا أجد إجابة دقيقة من المرة الأولى، ما شاء الله تبارك الله. نعم، الشخصية القوية هي فن إدارة الانفعالات. تفضلي. الشخصية القوية بنظري هو الشخص المستقل في آرائه، ما يتبع الناس. مستقل في آرائه. طيب، هل المستقل في آرائه ممكن يتوتر إذا وقف قدام الناس يلقي؟ لا، لأنه واثق من نفسه. طيب. ما يهم كلام الناس عنه. ما يهم كلام الناس عنه. هل هذا عادي أنه يلقي ما يتوتر؟ أتوقع يمكن توتر في البداية. إذن ليس هو الشخصية القوية فقط الذي هو مستقل برأيه. المستقل برأيه جزء من مكونات الشخصية القوية. النبي صلى الله عليه وسلم عرف القوة وقال: ليس الشديد بالسرعة، بالجسد. الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فن إدارة الانفعالات. لاحظوا، إدارة وليس كبت، إدارة وليس ضبط، إدارة وليس كظم. إدارة بمعنى مرة تطلعها ومرة ما تطلعها، لأنك إذا تسكت دايم أنت ضعيف، إذا تخرجها دايم أنت عدواني. الشخصية القوية هي فن إدارة تلك الانفعالات، متى تخرج هذه الانفعالات سلبا وإيجابا، ومتى تكظم هذه الانفعالات سواء كانت سلبية أو إيجابية. من الناس من يجرؤ أن يقول كل شيء إلا أن يقول أحبك. ممكن يتخاصم معك، يتشاجر معك، أقشر، عيار، ساخر، لكن إذا دخلت معه على مستوى المشاعر قلت له: يا أخي الله لا يخليني منك، رجع مرة أخرى وأفسد تلك المشاعر من خلال الدعابة أو السخرية أو غير ذلك، لأنه ضعيف الشخصية. الشخصية القوية تعني فن إدارة الانفعالات. خلونا ناخذ الآن معانيها بشكل متسلسل بإذن الله تعالى، وأثرها على حياتنا وأثرها على أبنائنا وأثرها على مستقبلنا بإذن الله تعالى. فقط أتمنى أنك تحدد في ذهنك الآن 3 أشخاص تعرفهم، يعني ترى أن لديه قوة شخصية. تحدد 3 أشخاص كنت تظن أو تعتقد أو تزعم أو ترى أن عنده شخصية قوية. 3 أشخاص في ذهنك: رجلا، امرأة، صديقا، غريبا تحتك به، تراه من بعيد، أيا كان. 3 أشخاص. وجود 3 أشخاص في ذهنك سيسهل علينا كثيرا أن تعمل مقارنات بين ما يذكر وبين ما يتذكر، عشان تشوف أنت هل فعلا هذا عنده شخصية قوية أم أنه لديه شيء آخر. ممتاز. على افتراض الآن أخذنا إحنا أو حددنا 3
أسماء نصنفها أن لديها شخصية قوية. أيها الكرام، كنت مهتم بعملية التربية وعملية الثقة بالذات من سنوات طويلة جدا لأسباب كثيرة. أولا، هذا الموقف دعاني أن أفكر ليش أنا خفت. أنا ليش خفت؟ طيب ياسر، أنت جيت عشانه ولا جاي عشان الناس؟ طيب أنت محضر كويس، أنت فاهم المادة، متشربها كثير، ألقيتها، ليش توترت؟ بديت أبحث عن هذا الموضوع من 14 سنة وأنا أقرأ في هذا الموضوع وأحضر وأحاضر وأسافر من أجله. أزعم أنني قرأت أكثر من 300 كتاب في هذا الموضوع تحديدا خلال 10 سنوات، ثم ألفت فيه كتابا سيصدر بعد إن شاء الله أقل من شهر 400 صفحة، كله عن هذا الموضوع لسبب بسيط، لأني انجرحت يا جماعة، انجرحت. تحولت من إنسان يعاني إلى طبيب يعاين ويمكن أن يقدم فائدة للناس. يا كرام، أنا بين أهلي وجماعتي، يعني باخذ راحتي. أنا إلى ثاني ثانوي وأنا لا أجرؤ أنام لوحدي في الغرفة، أنام مع أخواتي. أنام مع أخواتي، جاي يدربنا على قوة الشخصية، الخواف هذا. خواف. لا أجرؤ أنام والنور طافي، لا أجرؤ أبدا. وشوف ايش طولي الحين، لكن تتخيل في المتوسط كم كان الطول، يعني حاجة مرة، يعني لدرجة أني أول يوم في المتوسطة، طبعا واحد طالع من ابتدائي راح متوسط يحس أنه رجال وكبير، لأنه في سادس كان أكبر الموجودين، فيذهب إلى المتوسط فيصبح أصغر الموجودين. فما بالك إذا كان حتى جسده ينبئ أنه فعلا أصغر الموجودين، وجالس في الطابور بهذه الطريقة مبسوط. فيقول لي الأستاذ الله يجزاه خير، يقول لي روح جيب أخوك. شلون جيب أخوك؟ يحسبني جاي مع أخوي أنا اليوم الأول، بس جاي مع أخوي. وين أخوك؟ قلت أنا أخوي أنا كل شيء، أنا رجال كبير. قال لا روح جيب أخوك. قلت والله العظيم أنا متوسط. يا حليلة، والله يا جماعة ويتجمعون علي، يا حليلة. لكن تتخيل وأنا ناظر هذا المشهد أي تحفيز جاني. أول يوم من المدرسة هذا حدث لي في الطابور. آخر اليوم في المدرسة وقت بعد الصلاة قام المدير، الله يجزاه خير، قام المدير قال وين فلان وينه؟ والله أذكر وناداه بعيارته، مو باسمه، بالعيارة، وين فلان؟ قام فلان هذا ما يدخل مع الباب، راسب في أول متوسط 4 سنوات، كبير مرة وطالع الشنب ولحية، مرة كبير يعني. وقفه في هذا المكان قال وين الحزيمي ولا تحت هنا، تعال واجي جنبه هنا. أيوة، أنا ما أدري إيش السالفة. قال اسمعوا، هذه محاضرة أول يوم دراسي تحفيزية، اسمعوا، اللي ما بشاد حيله واللي ما بمهتم بدراسة تراه بيصير مثل الخذاء. زين، ويشر عليه، وهذا مبسوط. واللي بيشد حيله ويصير كويس تراه بيصير مثل ذي. حسيت اني شلخة آدمي، يعني مو بآدمي، شلخة آدمي، يعني شيء قطعة إنسان مثل ذي. ولكن تتخيل مشاعري في تلك اللحظة، لكن تتخيل أجي مع أهلي بنروح نزور عمتي، خالتي، أمي، أختي في المستشفى أيا كان، وندخل كلنا، وفي الأخير يقولون لي لا تدخل. طيب أنا شايل الترامس اللي فيها الشوربة وشايل الدنيا، ورجال أنا، لا أنت برجال، والله في المتوسط، ما أنت في المتوسط، ارجع. وأشوف ولد عمي يدخل دبوج دب في رابع يدخل، وأنا في ثاني متوسط عشاني صغير ما أدخل، فأنقهر.